صباح السعادة، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين. أكلنا بقى الكحك وأكلنا البسكوت، وزي ما أكلنا الحلو عايزين نحد. تعالوا بقى شوفوا هنتغدى ايه النهاردة. غدانا بقى غدا شعبي كده وبسيط زي أي حد في العيد، وزي ما انتوا عارفين في العيد لازم ناكل الملوحة، فسيخ، رنجة، الموجود. ومتعودين بقى ان احنا بعد شهر رمضان الكريم لما بنفطر معظمنا بجيله تنيئة، ما بيبقاش جايله نفس من الاكل. اول يوم بقى عارفين ان احنا دايما بيبقى اكلنا عبارة عن الكحك والبسكوت والغريبة والبيتيفور والشوكولاتات. وطبعا لازم برضو نطبخ الطبيخ المحترم، رز ولحمة وفراخ وجلاش وبشاميل، وبنظبط الدنيا. اكلنا احنا بقى امبارح الحاجات اللي انا قلتلك عليها، والنهاردة بقى حبينا نريح معدتنا شوية. عشان تستمتعي بالغدوة بتاعتنا عايزالك كده نص فدان من البصل الاحمر اللي انت شايفاه ده، والله بقى عليه لو عندك بصل لسه اخضر وجاي من الغيط. وما تنسيش بقى ليمون كتير كتير. الاكله دي بقى ادمان، هتقعدي تاكلي كده وهتنسي نفسك، لقمه ورا التانيه تجر التالته، مش هتعرفي انت كلت ايه. بس نصيحه، يا اما تعملي الاكله دي زي ما انا عاملاها كده عندي في البيت، يا اما تشتريها من حد مضمون موثوق فيه. وما تنسيش بقى شفشق المية يكون جنبك. العصاير نصيحة مني ليكوا في الأيام دي، بصي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ناس كتير قوي بتخرج من العيد تعبانة، اللي عنده نزلة معوية واللي منيق، الترجيع والإسهال بيزيد اليومين دول قوي. فأنا عايزاكي بقى تاكلي كل حاجة بس باعتدال، زي ما رسولنا الكريم وصانا وقال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. ما تحاوليش بقى ان انتي تكتري من الاكل وترجعي تقول انا تعبان. في ناس بتخرج من العيد خفيفة ورشيقة ومفيش اي حاجة، ولا بتحس باي حاجة ولا بتحس بحرمان. عايزاكي بقى ما تحرميش نفسك، تاكلي وتشربي بس باعتدال. اهم حاجة ان انتي تعتدلي في اكلك. هناكل بقى فسيخ ورنجة وسردين عادي، مفيش مشكلة، كلي بس اقنعي نفسك بكميات ترضيك، لكن ما تظلميش نفسك وتتقلي على معدتك وترجعي تاني تقولي انا تعبانة. حافظي على نفسك عشان تخرجي من العيد مبسوطة ومرضية، وتكوني كلت الكحك وكلت البسكوت وكلت البيتفور وما حرمتيش نفسك. عاوزينه بقى عيد بلا حرمان، ماشي؟ ما تنسيش بقى تعصري الليمون عشان يخفف حدة الملوحة أو السمك، وفي نفس الوقت يدخل في جسمك. الليمون ده على فكرة مضاد حيوي هايل، أما عن البصل فبرضه مضاد حيوي برضه هايل. مش قادرة أقول لكم الوصفة طعمها إيه، جميلة جدا. بس ما تنسيش طبعا الخس. الخضرة هتبقى معانا برضه بكميات وفيرة. عندك بطاطس هتحمريها وتقدميها جنبها، عندك بتنجان هيبقى برضو هايل. وطبعا ما ننساش طبق السلطة اللي بنعمله مع بعض، اللي هو عبارة عن كمية خضروات كتير بتشكل لي طبق كبير. ما تنسيش الفواكه، ما تنسيش شرب المية زي ما قلتلك مرة واتنين وتلاتة، شرب المية شرب المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما تظلميش نفسك وما تضغطيش على معدتك، الأيام لسه جاية كتير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. أتمنى الفيديو تكونوا استفدتوا منه بأي حاجة ولو معلومة بسيطة، ولو وصلت لحد هنا ياريت كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين وايه الوصفات اللي تحبي ان احنا نقدمها لك. ما تنسوش تحبوا بعض.